السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي وفيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال، اللهم امين. يا ريت اللي أول مرة يشوفني ما ينساش يشترك في قناتي، وإن شاء الله تعجبه ويستفاد منها بإذن الله. ولايك يا جماعة ما تنسوش، وكبروا قناتي، أنا معتمدة على ربنا وعليكم إن انتوا تكبروا قناتي، ويا رب تكون بتعجبكم وتكونوا بتستفادوا منها بإذن الله. انا في اليوم دوت اول حاجه ان انا عملتها، انا طبعا شغلت القران وفتحت شبابيك الشقه تتهوى كده اهو. عقبال ما ادخل اشوف ايه اللي ورايا في المطبخ، انا طبعا اول حاجه هنا فكرت ان انا اعملها ان انا اعمل الاكل. لاني مش فكرت، هو مش بمزاجي بصراحه، لان انا المفروض ان الاكل بخلصه اول حاجه لما اكون صاحيه متاخره، وده لسبب اني جوزي موظف للي متابعيني وعارفين نظام حياتي ايه. فطبعا بيجي الساعه 3 من الشغل، عايز اول حاجه طبعا ان هو يتغدى ويلاقي الاكل جاهز وكده. فبالتالي لو انا متاخره شويه، انا اول حاجه بعملها ان انا ادخل على طول على المطبخ اعمل الاكل. وببقى طبعا من بالليل انا عارفه انا هعمل اكل ايه. غسلت الملوخيه وسبتها تتصفى، وهنا مخرطه بصلتين متوسطين كده. طبعا أنا ما بحمرش البصله زي ما قلت لكم قبل كده في اكتر من فيديو. دي واحده كبده على واحده قناصه، انا سلقتهم، وبعد ما سلقتهم قطعتهم قطع صغيره وحطيتهم على البصله يتشوحوا تشويحتين كده اهوت. وحطيت واحدتين ورق لوري، شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه بهارات، وبس مش اكتر من كده. وده اللي انا بحطه في الرز اللي هو اللي هو الرز اللي بتحشي بيه الفراخ والحمام الكذاب والكلام دوت والحمام. تمام، اكيد طبعا كلكم عارفينه. طبعا بعد ما قلبت كده شويه انا حطيت بقى الرز. وانا هنا ما شربتش الرز ولا حطيت له ميه ولا حاجه، انا هنا بس المنظر بتاع الرز ده انا ما جبتهوش فعلا. لكن هو كل الموضوع ان انا غسلت كوبايه رز وسبتها تتصفى من ميتها وحطيتها في البصله. قعدت اقلب فيها كام تقليبه كده، ربع كوبايه ميه بسيط خالص، اقل كمان يمكن من ربع كوبايه. ورشيتها كده على الرز وفضلت اقلب لغايه ما غمق اللون معايا شويه كده. وحسيت ان هو يعني بيستوي الى حد ما، لكن انا مش عايزاه مستوي. وانا مش عايزاه مستوي، هقول لكم ليه دلوقتي. اولا بسم الله ما شاء الله، انتوا شايفين الفرخه دي كبيره قد ايه؟ الفرخه دي انا ما كنتش هحشيها. الفرخه دي انا كنت متبلاها، انا بقالي ساعتين بتبلاها، غسلاها طبعا وسايباها تتصفى من ميتها وتبلتها. قعدت ساعتين في التتبيله، وبعد كده ايه بحشيها بالرز زي ما انتم شايفين. انا ما كنتش بصراحه هعمل بالرز، انا كنت ان انا احطها في الفرن تتشوي وخلاص. تمام. لا، جوزي قال لي لا احشيها لنا رز وكده. جوزي بيحب الاكلات اللي هي المصري القديمه دي، اللي الفراخ اللي بالرز، الحمام، الكلام ده. هو متربي على كده، وانا كمان بحب زيه الكلام ده. المهم هنا الفرخه دي بصراحه انا مش شاريها. الفرخه دي جايه لنا الزياره برضو كده من البلد، مع الفاصوليا اللي انا قلت لكم عليها قبل كده جايين من البلد. فطبعا هم هنا قاطعينها زي ما انتم شايفين لانها مش فرخه حشو، فقاطعين المكان اللي انت بتكتفي منه الرجول ديت، والجلد متقطع زي ما انت شايفه. فانا مش هعرف احشي رز طبعا لا في الجلد، ولا هعرف اكتف الايه الرجول جوه المكان اللي بندخل فيه الرجول تتكتف. فما كانش في حل غير ان اعمل ايه، احشي الرز بس من جوه واخيطها بالشكل ده. طبعا الابره دي انا غسلاها كويس جدا، وقبل طبعا ما انا استعملها ولا حاجه، وخيطتها بالشكل ده. واستعملت معاها كمان كام خله كده حطيتها، قلت عشان الرز ما يوقعش منها. وبعد كده حطيتها في الشوايه في السيخ ده في الفرن، وهي بتلف مع نفسها كده. والصينيه اللي هي محطوطه تحتيها دي فيها شويه ميه، لانها لما بتلف في ميه هتنزل منها وفي دسم وكده، فهيروح فين؟ رحت حطيت الصينيه دي وفيها شويه ميه وبينزل فيها الدسم. وباخد الميه دي بتاعت الدسم دي ما برميهاش، انا بستخدمها في كذا حاجه لو انا عايزه اعمل بيها حاجه. وهنا انا بعمل صينيه البطاطس. طبعا صينيه البطاطس عادي خالص، انا خرطت بصلتين دبلتهم على النار كده بمعلقه السمنه، وحطيت الطماطم طرنشات وحته طماطم برضو من المتفرزه. انا خدت نص الكيس، لان الكيس بينفعني طبخه بحالها، لكن دول شويه بطاطس صغيره فكانت الطماطم هتبقى كتير عليها. فاخدت نصها كده وحطيتها فكت خالص بشويه ميه صغيره بتاع نص كوبايه ميه. وبعد كده حطيت البطاطس غليت غلوتين، وبعد كده حطيتها في الفرن. بس كده. بحط فيها ايه؟ بحط فيها ملح، فلفل، كمون، مرق الدجاج، مش اكتر من كده. كده خلصت الاكل واتغدينا، والاكل زي ما انتم كنتوا شايفين كده كان جميل جدا ما شاء الله. وانا بنشر، انا بعد ما خلصت خلاص الاكل واتغدينا وكده، دخلت بقى كان عندي غساله قلت اما ادخل انشرها. وانا بنشر لقيت البلكونه فيها تراب كده، كنستها وبتاع. وبعد كده دخلت بقى على المطبخ، ما عملتش حاجه غير اني كنستها، ولا مسحت ولا حاجه. وبعد كده لانها انا لو ما كنستهاش بتبهدل لي الدنيا كلها بره، فلازم ان انا اي تراب في البلكونه
اعرفوا ان هو بيبهدل لك السجاد بتاع الشقه كله، لان وانت خارجه من البلكونه طبيعي بتبهدلي. فطبعا احنا لسه طبعا السجاد بتاعنا نضيف ومنضفين وتعبانين في رمضان، فعايزين نحافظ على كل ده. دخلت بقى على المطبخ اشوف المواعين بتاعه الغدا، وده فعلا اللي انا عملته، خلصت مواعين الغدا بقى، قلت اغسل فيها وكده. تمام. انا حاسه ان انا اتكلمت كتير فبدات انهج وكده، فمعلش. طبعا يا جماعه احنا شغل البيت بتاعنا ما بيخلص. انا عارفه طبعا ان في مننا موظفين وعندهم اطفال صغيره وكده. فطبعا انا مش بقول لك ان انت افضلي يعني دوره دوره ده زي ما انا ما بعمل كده. انا طبعا اكيد مش خلصت الاكل دخلت على المواعين على طول ودخلت على النشر وكل ده، لا طبعا. انا اكيد كنت واخده راحه ما بين ده وما بين ده، قعدت شربت شاي، قعدت ارتحت شويه، اتفرجت على حاجه في التلفزيون بتاع ربع ساعه نص ساعه كده، وبعد كده دخلت كملت. لكن طبعا انتوا هنا في الفيديو بتلاقوا ده ورا ده ورا ده ورا ده، طبعا لا. احنا مش مكنه، احنا اكيد هنتعب وبنقعد نرتاح شويه، وده فعلا اللي انا بعمله. ست البيت بقى اللي بتشتغل مش هتقدر ان هي تقاوم ما بين اكل ومواعين وكله ورا بعضه. بس انا ممكن اقول لها حاجه هنا، وهي بتعمل الغدا، في مثلا طبقين اتبهدلوا في الحوض مش نضاف، اغسلهم واخلص منهم على طول، لان في مواعين غدا تاني هتبقى موجوده، وده هيتراكم على ده على ده، هتبقى مش عارفه تعمل ايه ولا ايه. مثلا كنت بعمل شاي، لقيت درج المعالق مثلا مش مظبوط، ظبطيه كده وانت واقفه، ده مش هياخد في ايديكي 5 دقايق. فتحت التلاجة، لقيت مثلا التلاجة حسيت كده انها مش نظيفه، يعني الى حد ما حاجات بسيطه هتتمسح بس كده بفوطه، مش اكتر. لكن مش ان انا اطلع واغسل واعمل، دي شغلانه تانية. لكن انا بقولك على الحاجات البسيطه اللي ممكن تعمليها وانت واقفه بتعملي اي حاجه في المطبخ. احنا كده كده يا جماعه بامانه اكيد كلنا طبعا اكتر مكان احنا بنبقى موجودين فيه في الشقة هو المطبخ، ما بنخرجش منه الا يعني بتهيألي ايه بعد ما بنكون خلاص خلصنا. صح كده، واكيد انتوا كلكم معايا في الحتة دي، ان اكتر مكان بياخد مننا وقت وبياخد مننا مجهود وبنفضل فيه كتير هو المطبخ. عموما هو مش عيب والله، هو انت بتأدي يعني اقول لك ايه يعني، بتخدمي جوزك واولادك، واكيد بتكوني مبسوطه جدا وانت واقفه بتعملي كل دوت. انا عن نفسي والله بحس بسعاده لما بلاقي بيتي نضيف، لما بعمل اكل كويس ويعجب جوزي ويعجب ولادي. اما يعني بوتاجاز زي ده مثلا اهو، انا بعد ما خلصت الغدا طبعا متبهدل من مطرح الرز اللي وقع على البوتاجاز، اي طرطشه اكل كده بتاع. فطبعا يعني انا لو سبته لغايه بالليل او لو سبته لغايه تاني يوم، ما هو طبعا المنظر هيبقى اوحش وهيتبهدل اكتر، لان تاني يوم برضو اكيد هعمل اكل تاني. فتخيلي يعني حاجه على حاجه على حاجه، بتبص تلاقي بجد الدنيا بتبقى صعبه حواليكي، والمنظر مش حلو خالص. هنا بقى البوتاجاز، انتوا عارفين المكان اللي هو الازاز الغطا البوتاجاز ده، ده ضروري قوي يا جماعه، محدش ينساه، لاني لما بتنسيه بجد. انا جيت في فتره كنت بجد يعني اغسل البوتاجاز، وممكن اسيب دوت ايه مره على مره، وده برضو من اللي كنا لسه بنتكلم في الكلام ده، ان احنا لما بنسيب الحاجه على حاجه على حاجه بعد كده بتبقى صعبه عليكي. لقيت بعد كده الدهون مش عايزه تطلع منه ولزقت في جامد، حاولت بكل الطرق ان انا اطلعها، المهم الحمد لله وطلعت وبقى كويس. من ساعتها ما بقيتش اسيب ابدا الباب بتاع البوتاجاز. فدايما الازاز بتاع البوتاجاز ده وانت بتغسلي بوتاجازك لازم تغسليه، ايدك تبقى فيه باستمرار، علشان ان انت ما تدوش فرصه ان الدهون تلزق فيه وما تعرفيش تطلعيها بعد كده، وبيبقى برضو الشكل سيء قوي ومش حلو. وبعد كده طبعا انا هشطفه من الصابون اللي فيه. انا العيون بتاعه البوتاجاز انا حطيتها في ميه بتغلي من الكتل، وحطيت ليمونه، وحطيت شويه خل وشويه كربوناتو وملح ليمون، وسايباهم يتنقعوا. وبكده الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمه الله.